مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. تنظيم حفل موسيقي للطلاب بمناسبة أعياد الاستقلال الذكرى 33. دعوة لعمل قوي بهدف إنجاح أهداف وزارة الزراعة في مديرية غردات. البرامج التنموية في مديرية لوقو عن 7 تسهم في استقرار معيشة المواطنين. روسيا تحذر من خطر هائل إذا أرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا. استقبال حافل للرئيس الصيني في صربيا. وفيات وعشرات المفقودين بانهيار مبنى في جنوب افريقيا. اهلا بكم. اقيمت حفلة موسيقية في ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة في 7 مايو 2024 بمناسبة الذكرى 33 لعيد الاستقلال تحت شعار ضمان السلام بالتصدي. وتضمن الحفل الذي استقطب الطلاب من المرحلة المتوسطة إلى الكليات أغاني ترفيهية وتعليمية مع رقصات وطرف ودراما وغيرها. وتخلل الحفل الذي استمر لأكثر من ساعتين ابتداء من الساعة 5 مساء عرضا موسيقيا لمجموعتي أثر وكواكب دريم الترفيهيتين وفرقة ميراث للراقصة التابعة لهيئة الثقافة والرياضة الإريتريا، وعرضا كوميديا لداويد إيوب وفرقته. وقال الفنان فصوم يوهانس أحد منسقي الحفل لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا إن العرض يأتي ضمن احتفالات عيد الاستقلال 33 معبرا عن امتنانه للمشاركة الطلابية الفاعلة. وستقام معارض مماثلة في 11 مايو لأعضاء قوات الدفاع الإريتريا، وفي 17 مايو لسكان 13 مديريات العاصمة أسمرة. انطلقت احتفالات عيد الاستقلال 33 في 27 من أبريل بحفل موسيقي شارك فيه الأطفال من الروضة وحتى الصف الخامس. وستستمر فعاليات المدارس بمناسبة أعياد الاستقلال التي افتتحت في 7 مايو حتى 20 مايو، والخيم الشعبية على مستوى المديريات من 20 مايو إلى 23 مايو. قدمت دعوة لأصحاب البساتين في مديرية غردات على العمل الجاد لتحقيق أهداف وزارة الزراعة بشكل عام واستراتيجية الغذاء المغذي الآمن للجميع في الجميع بشكل خاص. وحث رئيس مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد تيدروس زغرغيش أعضاء جمعية البساتين ليس فقط على زيادة المحصول ولكن أيضا على تحسين جودة منتجاتهم بالتشاور مع الخبراء الزراعيين. وطالب رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد كسة جبر يوهانس المزارعين بشكل عام وأصحاب البساتين بشكل خاص على العمل مع المهنيين الزراعيين لتصحيح ممارساتهم المساهمة في إهدار إدارة الأراضي والمياه وتوسيع مواسم إنتاجهم وزيادة تنوع الخضار والفواكه التي ينتجونها. ومن جانبهم ذكر المزارعون بضرورة دفع اللقاءات لأنها تعزز من فهمهم، مطالبين لحل مشكلة نقص الإمدادات التي تؤثر سلبا على أنشطتهم والاهتمام بالأراضي التي جرفتها السيول. في الختام ذكر مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم أصحاب البساتين بالعمل معا لأن جهودهم وحدها ليست فعالة، حاثا إياهم لتوخي الحذر في استخدام وإدارة أراضيهم، وأكد أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للتخفيف من المشاكل التي تواجههم في استخدام وإدارة الأراضي. قال مدير مديرية لوقو عن سبا السيد إبراهيم حقوس إن برامج التنمية المرتكزة على المجتمع بشكل عام وتكامل وتوسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية بشكل خاص خلال 33 عاما من سنوات الاستقلال ساهمت بشكل كبير في استقرار سبل عيش المواطنين. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإريتريا إيرينا ذكر السيد إبراهيم أن توسيع مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتطوير المعدات والقدرات المهنية قد خلق بيئة للمواطنين ليعيشوا حياة أفضل على مستوى القرية والضاحية، مشيدا بمساهمة المواطنين في نجاح خطط الحكومة. وأوضح أن مساهمة السدود الكبيرة والصغيرة والحفائر التي تم بناؤها في مناطق مختلفة في التخفيف من مشكلة مياه الشرب الحالية للمواطنين والماشية وفي توسيع تنمية البساتين من خلال إثراء محتوى المياه الجوفية لا يمكن الاستخفاف بها. وقال فيما يتعلق في قطاع النقل والاتصالات
إن معظم القرى تمكنت من الحصول على خدمات فعالة. وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الجهود ارتفع عدد المؤسسات التعليمية والصحية وتم توفير خدمات الكهرباء ل12 إدارة ضاحية. وتم أيضا حل مشاكل مياه الشرب وزيادة عدد البساتين. وأعرب عن إعجابه بروح الملكية لدى الناس، وقال إن مديرية لوغو عنسبة التي تضم 13 إدارة ضاحية لا تحتوي على أراضٍ زراعية واسعة، لذلك أن تمهيد الأراضي الزراعية ومعالجة مساقط المياه يحظى بأولوية قصوى. وحث المواطنين على المضي قدما في أنشطتهم والهيئات الحكومية على العمل الجاد في جهودها لتعزيز تقدم برامج التنمية. نظم أسبوع شبابي في مديرية أراعتا في إقليم جنوب البحر الأحمر في الفترة من 25 إلى 30 من أبريل المنصرم، تضمن مسابقات ثقافية ورياضية وتعليمية تحت شعار تنظيم قوي لتعزيز تطور وطني. وفي حديثه في هذا الحدث قال الشاب نور إسماعيل رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الإريتريا في المديرية إن الأسبوع كان بمثابة منصة لرفع مستوى الوعي وتعزيز تنظيم الشباب وتطوير الابتكار والإبداع، وكذلك تعزيز اللياقة البدنية واكتساب التراث الثقافي. وقال السيد محمود عبد الله المدير التنفيذي لمديرية أرعتا إن مسؤولية تخريج شباب أكفاء تقع على عاتق جميع المواطنين بشكل عام وأولياء الأمور والمدارس بشكل خاص. وشدد على ضرورة قضاء الطلبة الصغار أوقاتهم في البرامج التي تساعدهم على تطوير وتشكيل مستقبلهم. وقال مدير التعليم في المديرية الأستاذ إدريس إبراهيم إن الأسبوع والبرامج المقدمة فيه تلعب أيضا دورا بارزا في عملية التعليم والتعلم. كما تم تخريج 120 طالبا منهم 31 طالبة تم تدريبهم في العلوم الاجتماعية، و24 شابا بينهم 13 شابة تم تدريبهم على إصلاح مضخات الزوارق. أجرى مركز شرطة مديرية فورتساوا اجتماعا للمواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين الشعب والشرطة وزيادة وعي المواطنين بالقانون للحد من حدوث الجرائم والمخالفات. وحث قائد مركز شرطة فورتساوا السيد قبرة سائي برهان المواطنين على اتباع النصائح والتعليمات التي تقدمها الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، لأن الجهل بالقانون لا يعفيهم عن المساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك أن الحفاظ على السلام والأمن في المجتمع ليست مهمة متروكة للشرطة وحدها. وقال إن كشف المجرمين وتصحيح وتوبيخ المخطئين وإسعاف ضحايا الحوادث وتسوية الخلافات عبر الأقارب ولجان الصلح وتربية الأبناء أخلاقيا ونبذ السرقة والكذب من القيم التي تلعب دورا مهما في مكافحة الجرائم. وذكر الأعيان ورجال الدين وأولياء الأمور بلعب دور قيادي والشباب بالتصرف بمسؤولية في الجهود المبذولة للحد من الجرائم والظلم، متحررين من كافة الممارسات الضارة والمكيفات. وحث المشاركون على مواصلة مثل هذه الاجتماعات لأنها ستعزز العلاقة بين الجمهور والشرطة وتزيد من فهمهم للقانون. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن روسيا كانت قد حذرت من أن تدخل قوات الناتو بشكل مباشر على الأرض في الصراع في أوكرانيا يحمل في طياته خطرا هائلا. ووفقا لبيسكوف يرى الكرملين أن العريضة التي ظهرت على موقع فلاديمير زيلينسكي الإلكتروني والتي تطالب بنشر قوات الناتو في أوكرانيا هي استفزاز خطير. وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: نحن نعتبر هذا استفزازا شديد التحدي وليس أقل من ذلك، وبالطبع نحن نراقب ذلك عن كثب. في وقت سابق طالب زيلينسكي الغرب بتسريع عمليات الإمداد الموعودة بالأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. لقي الرئيس الصيني شي جين بينغ استقبالا حافلا لدى وصوله إلى صربيا، حيث كان بين مستقبله نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. ووصل الرئيس الصيني إلى صربيا قادما من فرنسا في زيارة تتزامن مع ذكرى مرور 25 عاما على قصف قوات الناتو مقر السفارة الصينية في بلغراد في 1999.
وأنفقت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة خصوصا في مجالي التعدين والصناعة. ووقعت بكين وبلغراد العام الماضي اتفاقا للتجارة الحرة. ووصل شي إلى العاصمة الصربية بعد زيارة دولة لفرنسا تخللتها أحيانا نقاشات حادة نوعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن قضايا بينها التجارة ومواصلة الصين إقامة علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا. لقي 4 عمال البناء على الأقل حتفهم، فيما لا يزال نحو 50 من زملائهم محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة جورجيا الساحلية في جنوب أفريقيا بحسب ما أعلنت السلطات. وأعلنت بلدية جورجيا الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شرق كيب تاون أنه تم انتشال 24 شخصا من تحت الأنقاض، ونقل معظمهم إلى المستشفى، وتوفي 4 منهم متأثرين بإصاباتهم. وما زال 51 شخصا محاصرين تحت الأنقاض وفق ما أوضحت البلدية في بيان نشر. وبحسب الناطقة باسم بلدية المدينة شانتال إدواردز، فإن فريقا يضم 75 عاملا كانوا في المكان عند انهيار العمارة التي كانت قيد الإنشاء. وانهار المبنى المكون من 5 طوابق بينها موقف تحت الأرض للسيارات، ولم تتضح في الحال أسباب الانهيار. الخبر الأخير في هذه النشرة: ذكرت تقارير رسمية أن طائرة الشحن طراز بوينغ 763 هبطت اضطراريا في مطار اسطنبول بسبب عطل في معدات الهبوط الخاصة بها. وكانت الطائرة التي تملكها شركة فيديكس الأمريكية لخدمة توصيل البريد السريع في طريقها من باريس، وتعرضت معدات الهبوط الأمامية لعطل أثناء اقترابها من اسطنبول. ونقلت قناة TRT عن وزارة النقل قولها إنه تم إبلاغ برج المراقبة وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل هبوط الطائرة. وذكرت القناة التركية أنه تم إجلاء الطاقم بسلام. ونشرت القناة مشاهد بالفيديو للطائرة وهي تهبط على مقدمتها في مدرج المطار. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم حفل موسيقي للطلاب بمناسبة أعياد الاستقلال الذكرى 33. دعوة لعمل قوي بهدف إنجاح أهداف وزارة الزراعة في مدينة غرداد. البرامج التنموية في مدينة الأوبعان ستسهم في استقرار معيشة المواطنين. روسيا تحذر من خطر هائل إذا أرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا. استقبال حافل للرئيس الصيني في صربيا. ووفيات وعشرات المفقودين بانهيار مبنى في جنوب افريقيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.